بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. نبدأ باللوحة الفنية بتاعتنا دي النهاردة. عايزة اوريكم كده الجمال. بصوا ما شاء الله. بصوا، دي خلطة البطاطس اللي انا عملتها معاكم قبل كده ونجحت قوي ونالت اعجاب الجميع. هنبدأ فيها النهاردة تاني وهنقول ايه؟ هنعمل من صينية واحدة صينيتين، من صينية واحدة هنعمل صينيتين. يعني هنعمل صينية بطاطس وهنعمل صينية كوسة. للناس اللي ما بتحبش الكوسة هنعمل جنبها بطاطس. احنا النهاردة هنعمل احلى صينية بطاطس واحلى صينية كوسة، وهنضيف النهاردة حاجة جديدة عليهم هتخلي طعم البطاطس احلى كمان. حاجة انا بعملها زي ما قلت لكم قبل كده، انا بجيبها واتبلها وبعمل منها اكياس على قد الطبخه واستخدمها في استخدامات كتير قوي. هي ايه بقى الحاجه دي؟ حاجه انا بحبها وبعتمدها دايما في مطبخي وبحبها تبقى موجوده في ثلاجتي على طول. دي البفتيك المتبل اهو. البفتيك المتبل ده حكايه الحكايه، ده لازم يبقى عندي متبل. ده لا اما عرق فليتو يا اما بيت الكلوه. الحاجتين دول يا جماعه عشان بيستووا بسرعه. بيت الكلوه او عرق الفليتو، تقولي للجزار كده. بجيبه واقطعه وادقه واتبله واسيبه عندي في التلاجة ايه جاهز. بعمله بقى على صينية بطاطس، اي خضار، بسلة، بامية، اي حاجة لو مستعجلة ومحتاجة لحمة تستوي بسرعة بعمله في قلبيها كده في قلب الحلة واشوح في قلب الصينية واعمله وادخله الفرن. بيبقى رائع رائع، بيدي تيست عالي قوي في الاكل في الطبخة اللي انت هتعمليها معاه. وممكن احطه في الفرن صينيه كده ساده من غير حاجه بمعلقه سمنه بلدي وهم مع حته فحمه وهم الوهم. كل اللي انا بعمله في البفتيك هجربه معاكم، مش هسيب يعني حاجه ما بعملهاش في البفتيك، لا هعمل كله معاكم وهوريكم انا بعمل ايه في البفتيك ده. بعمل بيه ابداعات ابداعات ابداعات. لو جبتي من عند الجزار وقطعتي وتبلتي مش هتحتاري ولا تحتاسي في اي اكل. ارميه كده في الفرن لوحده ساده، هنحمره مع بعض، هنقليه، هنحطه على مكونات كتير قوي. طب كذا طبخه انا عملته معاكم قبل كده في ورق العنب وطلع ناجح جدا 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 خطير. النهارده هنعمله مع البطاطس والكوسه. هنعمل من صينيه واحده صينيتين اتنين. ازاي بقى؟ علشان خاطر اللي ما بيحبش ده يحب ده. وبعدين احنا عايزين الاطفال تستفاد، عايزين اطفالنا تستفاد ونأسسهم كويس. ازاي هنعمل كده؟ هنشكل الخضار بتاعنا بشكل حلو جميل وطعم جميل هياكلوه، هيتاكل. اللي ما بياكلش غصب عنه من الطعم هياكل وهيحبها قوي. فاحنا النهارده من صينيه واحده هنعمل صينيتين. انا بحب الكوسه قوي قوي وولادي بيحبوها. تمام. فاحنا ان شاء الله هنقلب كده الخضار مع بعض كده. بصوا، بصوا الفن، بصوا الجمال والحلاوه. مش عايزه اقول لكم الشكل هنا عامل ازاي. يعني لو قربتوا كمان لو معايا هتشموا ريحه وتشوفوا منظر جمالي فظيع. بصوا كده. طبعا انتوا عارفين التتبيله اللي انا بحطها لان انا عاملاها في الفيديو معاكم قبل كده، فيديو صينيه البطاطس اللي نجح قوي، نجح قوي قوي. بصوا، بصوا الجمال. من صينيه واحده هنعمل صينيتين. شويه خضار بتقطعيهم، حاجه مفيده وسهله وبسيطه واطفالك يستفادوا منها اهو. بصوا، انا مش عايزه اقول لكم الجمال عدى الكلام بجد. حاجه في منتهى الجمال. من شويه بهارات وشويه خضار عملنا قصه وحكايه وعملنا روايه بس في مطبخنا الجميل. بصوا الجمال ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. تسموا الجمال ده ايه بقى؟ جمال ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.
هنعمل من الجمال ده صينيتين اتنين. بصوا الحلاوه، مش عايزه اقول لكم المنظر عامل ازاي، ولا الشكل ولا الطعم، حاجه كده ولا الريحه اهو. هنقسم الخضار نصه هنا ونصه هنا. انتوا عارفين احنا عاملين الخلطه دي قبل كده مع بعض في صينيه البطاطس، بس عادي لما اقول لكم البهارات تاني ما عنديش اي مشكله. بنحط شعره بودره زعفران زي ما انتوا شايفين كده اللي قلبة الدنيا. بصوا القلبان عامله قلبان. وبنحط حبه فلفل اسود نص معلقه صغيره. نحط كده الخضار بتاعنا على جنب. هنا هنحط البطاطس، وبنحط نص معلقه بابريكا وفص مرقه مكعب مرقه، بيخلوا التتبيله في حته تانية خالص ما شاء الله. نفس النظام دوت هنعمله معاكم برضو بقى مره تانية. بتبل الفراخ واشقها كده زي ما بنشقها شوي، ونرميها بتتبيلتها على نفس الخضار ده على صينيه بطاطس. وانسي بقى، انسي، هتاكلي صينيه بطاطس وهم. بصوا الجمال والحلاوه، ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بجد حاجه كده الله اكبر، تبارك الله ولا حول. نفسي تجربوها بجد. نفسي تجربوا صينيه البطاطس دي وتعملوها على اي حاجه. والله لو عملتيها ساده، صينيه البطاطس دي لو عملتيها ساده مش هتقولك لا. اعمليها ساده من غير ولا فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه، وشوفي هتطلع عامله ازاي. وادي الكوسه بتاعتنا اهي. انا بحب الكوسه الكبيره سواء في حشو او في طبيخ. انا بحب الكوسه الكبيره، بس لما باجي احشي طبعا ما بعملش الكبيره قوي دي. بصوا الجمال والحلاوه. بصوا بقى لما نقلب هيحصل ايه هنا. هتحصل حاجه وهميه. محدش يحط لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه اهو. هاتي رجول حطيها، هاتي رقب حطيه، مش هتقول لا. هتاكلي احلى صينيه بطاطس خطيره بجد، او كوسه اي حاجه. بصوا الجمال والحلاوه. احكموا انتوا بقى، انا مش هسيب الحكم ليكم. وتشوفوا صينيه البطاطس والكوسه دي تستاهل كام على كام. نقلب كله في قلب بعضه قبل ما نحطها على النار، عشان نحطها على النار تاخد غلوتين. مش محتاجة شوربة يعني، عادي حطي مية سخنة، لأن طبعا هنحط بفتيك. وأنا بقولك والله جربيها من غير لحمة ولا فراخ، وشوفي صينية البطاطس دي هتبقى عاملة ازاي معاكي. مكعب مرقة بس حطيه اهو. قلبنا كده كويس الخضار بتاعنا مع صينية الكوسة. انا جبتها عشان نفسي فيها بصراحة، بقالي كتير ما عملتهاش. ومفيدة الكوسة، مفيدة جدا وقوية للقلب. حلوة قوي، حلوة قوي قوي. دي صينية الكوسة اهي. نجيب بقى صينية البطاطس قدامكم ونقلبها هي كمان، وتشوفوا بقى انتوا بقى ايه الدنيا بتبقى عاملة ازاي. حد قال لي بودرة الزعفران انت بتعتمديها في كل الاكل. انا بحبها وليا حق ان انا احبها. بصوا بتخلي اللون، يعني ما بتأثرش في الطعم، مفيدة جدا، صحية جدا جدا. ما بتأثرش في الطعم، بس بتفرق في شكل الأكل بطريقة غير عادية بجد. فعشان كده أنا بعتمدها، حاجة مفيدة وسعرها مش غالي.
الاصلي منها بقى هو الشعيرات بتاعتها دي الغاليه، لكن البودره لا، بودره الزعفران مش غاليه وخطيره جدا، مفيده حلوه قوي، واللون بتخلي لون الاكل ممكن تقعدي تتفرجي عليه كده من جماله. ما شاء الله. نقلب كويس عشان التتبيله تدخل كلها في بعضها. من صينيه واحده عملنا صينيتين اهو. بصوا الجمال، بصوا الجمال الرباني، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. بصوا الحلاوة، هي اللي بودرة الزعفران دي بتودي اللون والدنيا في حاجة تانية خالص. والناس اللي جربت قالوا لي والله، قالوا لي ان احنا جربنا. وفي واحدة عملت الرز البسمتي بطريقتنا، عجبتها قوي وبعتت لي، ربنا يبارك فيها يا رب، فألف هنا وصحة ليها. أمنية، أمنية يا جماعة جربت الرز وعجبها قوي. ما شاء الله تبارك الله. جربي بقى كل أكلنا يا أمنية وقولي لنا رأيك كده، طالما انتي عسولة وبتجربي. بصوا يا جماعة، بصوا، بصوا اللون، شايفين؟ تحس انها ايه، مرسومة. تحس ان صينية البطاطس دي مرسومة مش معمولة كده، تحس ان ايه، في حد راسمها. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الحلاوة دي؟ بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، ما شاء الله. من صينية واحدة عملنا صينيتين اهو، وبطريقة سهلة وبسيطة عملنا كمية محترمة اهي كتير. آه، دي مغذية جدا للأطفال، اعملها لهم هياكلوا فيها مش هيشبعوا، هيحبوها قوي. حتى الأطفال اللي ما بتحبش الكوسة هتحبها من جمالها وحلاوتها. والأطفال اللي بتقعد تنقي الخضار ترميه، يعني يقعدوا ينقوا الفلفل والطماطم والبصل، هياكلوه من من جمال الخلطة وحلاوتها. هنحط بقى البفتيك بتاعنا نوزعه كده اهو، نوزعه، بس انا هدخله ايه، ما بين ما بين الصينيه وبعضها، علشان ما بحبوش تحت، بحبه فوق. بحبه ايه، ما بحبوش فوق على الوش، بحبه ايه يبقى تحت كده عشان ايه ما ينشفش اهو. هوزعه بقى تحت كده. مهم. ماشي، هدخله تحت كده في البطاطس والكوسه، وهحطه على النار وارجع لكم تاني. بصوا. مم. دي حاجه كده بقى والله، وهم بجد. حطينا هنا البطاطس بتاعتنا على النار اهي، وحطينا زيت حوالي ربع كوباية زيت هنا، وهنا حوالي 5 معالق زيت حطيتهم، وزودت حوالي هنا مج مية، وهنا برضو مج مية. هنغطيهم ونسيبهم على النار يقفلوا كده مع بعض وياخدوا ويدوا، ونشغل الفرن عشان ندخلهم على طول بإذن الله. تمام. هخلصهم واحطهم في الفرن، وارجع ايه اعمل رز بشعريه. انا عملت معاكم قبل كده، هعمل رز بشعريه عشان اكل جنبهم رز بشعريه، وارجع لكم تاني باذن الله. هنا بقى كنت انا ايه، نسيت اهم حاجه، التركيه الاخيره دي. ماشي اهي. هو اصلا ايه، انا من جمال الشكل انا نسيت اصلا معلقتين الصلصه، دوبتهم في حبه ميه مع شعره فلفل اسود كمان، وحبه ملح.
ونحط ايه على صينية البطاطس حبة وصينية الكوسة حبة. التركاية دي مهمة بس انا نسيتها افتكرتها وانا واقفة بجهز للرز. بصوا هتحول برضو الدنيا في حتة ايه تانية خالص. بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله بجد، حاجة كده خطيرة. يعني انا مش عارفة اوصل لكم الريحة دي ازاي، بس لو جربتوها هتعرفوا انا بقول ايه. جربوا يا جماعة الصينية دي او دي واعرفوا انا بقول لكم ايه. يبقى ايه بقى عن تجربة بجد، بجد يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. طعمها حكاية. نغطي اللحمة بتاعتنا كده عشان ما تنشفش. روعة بجد، روعة روعة حلوة قوي. بصوا اللون بتاع الصوص بتاعها. بصوا الحلاوة ان شاء الله، ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. حلوة قوي. احلى صينية بطاطس واحلى صينية كوسة بجد. وهم الوهم وخيال الخيال. نجيب من تحت كده عشان ايه كله يبقى لون واحد وشكل واحد. الله 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 على الطعم. بعد ما حطينا معلقتين الصلصة مع حبة مع كوباية مية وشعرة فلفل اسود وشعرة ملح، وظبطنا الدنيا كده زي ما انتم شايفين الشكل والجمال والحلاوة. مش عايزة اقول لكم يعني انا مش عايزة اقفل بصراحة، عايزة ادني معاكم كده تتفرجوا معايا على على المنظر ده. انا والله ما عايزة اقفل بجد، ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة الا بالله. المنظر فظيع بجد. انا هقرب لكم كمان الدنيا هنا ماشية ازاي. بصوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بصوا الجمال والحلاوة، حاجة كده خيال خيال. بصوا بصوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تحفة. بصوا قوموا انتوا بقى على المنظر ده تديله كام من كام. ده كده الشكل بقى ما أدراك بالطعم. هنغطي بقى عشان تستوي. معمول بطاطس استوت اهي، هندخلها الفرن. بصوا بقى انا اديتها ايه رشة فلفل اسود كده من فوق ورشة بابريكا عشان اكمل اللوحة الفنية بتاعتي. بصوا كأني برسمها. رشة فلفل اهو، بابريكا وفلفل اسود. ماشي ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا ونبينا محمد. صلوا على النبي. بعد ما خلصنا، انتوا شفتوا صينية البطاطس قبل كده. بعد ما خلصنا بقى عملنا طبق سلطة اهو، وعملنا رز بالشعرية. وادي صينية الكوسة اهي طلعت. يعني انا مهما احكي لكم مش هقدر اوصف لكم الجمال. بصوا، بصوا اللحمة اصلا عاملة ازاي، مش عارفة هعرف امسكها ولا لا. يا نهار ابيض على الكوسة. بصوا، بصوا اللحمة تحفة. بصوا دايبة. الله على الطعم. تحسوها مشوية ولا متحمرة، مش هيفهموا بالظبط في ايه. حاجة مفيدة ومغذية للأطفال رائعة. بصوا، بصوا الصلصة، الصلصة عاملة ازاي. نهار أبيض، ايه ده بجد. هنروح فين في الكلام ده، دي وقعت لوحدها اهي. جامدة، جامدة بجد. تحسوها مش عارفة مشوية ولا ايه، في حاجة كده، في طعم كده خطير. روعة، روعة قوي قوي قوي. بصوا روعة، والله روعة. انا مش قادرة اقاوم الطعم. بصوا اللحمة، بصوا اللحمة بس هي سخنة، حلوة قوي، تحفة. جربوا صينية الكوسة دي، جربوها. مم. نهار ابيض على الجمال بجد. حلوة جدا، انا مش قادرة اقاوم، والله فظيعة. مم. حكاية الحكاية، بجد تحفة. جربوا، جربوا الكلام دوت وقولوا لي رأيكم ايه. بجد اللي تجرب تقول لي رأيها ايه، تقول لي صينية الكوسة دي هتوديها في انهي ناحية بالظبط. مم. ايه ده، مش قادرة. جربوا الوصفة دي، جربوا البطاطس وقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الجمدان ده. بجد حلاوة مفيش بعد كده، بسم الله ما شاء الله، تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ببركة سيدنا محمد وذكر الله كل حاجة بتطلع جميلة ما شاء الله، تبارك الله، ولا حول ولا قوة. مش تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم أي وصفة بنزلها جديدة. واشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.